السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من أمريكا. أسبوع مجنون جدا، قرارات صادمة، مظاهرات عارمة في كل أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية. حكام العرب كالعادة صامتون، والمرة دي مش بس صامتون، الحقيقة بعضهم كمان بيتذلل ويعرض خدمات مجانية لنظام ترامب. شيء مؤسف جدا، لكن ده اللي تعودنا عليه من حكام العرب. يا ريتهم يتعلموا من رئيس وزراء كندا الرجولة. رئيس وزراء كندا ليه مواقف الحقيقة، يعني إن شاء الله هسردها لحضراتكم في الحلقة دي. مواقف مع المسلمين ما عملهاش ولا حاكم عربي من المحيط للخليج. شعار حملة ترامب Make America Great Again، يعني خلينا نرجع أمريكا للعظمة بتاعتها. تعالوا نشوف أول انتصار عسكري لترامب علشان يرجع لأمريكا عظمتها. أول انتصار حققه ترامب هو قتل طفلة نوار العوالقي خلال عملية إنزال عسكري بمحافظة البيضاء في اليمن. هو ده انتصار ترامب اللي حققه بعد ما بقى رئيس، قتل الطفلة نوار العوالقي اللي على فكرة كمان تحمل الجنسية الأمريكية. هو ده الانتصار اللي حققه ترامب أول أسبوع من الرئاسة بتاعته. يا ترى قتل طفل عندها 8 سنين هو ده اللي هيرجع لأمريكا عظمتها؟ يا ترى هل هيتم عقاب دونالد ترامب على قتل المدنيين العزل في اليمن بالأسلوب الهمجي ده؟ هل في أي نوع من العقوبة للنظام اللي في أول أسبوع قتل طفلة عندها 8 سنين؟ هو ده السؤال اللي لحد دلوقتي مفيش له إجابة. استكمالا لسياسة ترامب علشان يرجع عظمة أمريكا أو Make America Great Again، طبعا الرسالة وصلت للمتطرفين اللي موجودين في أمريكا والعنصريين اللي موجودين في أمريكا، إن يعني العنصرية دلوقتي بقت حاجة الناس بتفخر بيها. الناس اللي كانت بتداري العنصرية دلوقتي بيتفخروا بالعنصرية وبقى بشكل علني. ومش كده بس، وصل الأمر لحرق مسجد أو مسجد كبير جدا في ولاية تكساس. تعالوا نشوف حرق المسجد في ولاية تكساس. الحقيقة تأثير عنصرية ترامب والنظام العنصري لترامب بصفة عامة تعدى الحدود الأمريكية. في حادثة تانية حصلت في كندا. واحد من معجبين ترامب، وهو شاب عنده أعتقد 27 سنة أو 28 سنة، من معجبين ترامب ومعجبين الخطاب العنصري لترامب، دخل على جامع في مدينة كيوبيك الكندية وقتل مصليين وجرح ناس كتير قوي، وتم القبض عليه طبعا في الآخر. لكن اللي احنا عايزين نقوله هنا، تأثير الخطاب العنصري ممكن يتعدى الحدود أي دولة، ممكن يأثر على دول تانية. تعالوا نشوف حادثة الجامع بتاعت كندا.
واضح ان المجرم اللي عمل كده وقتل المصليين كان عايز يخلي كندا عظيمة، زي ما ترامب عايز يخلي امريكا دولة عظيمة، make Canada great again. عشان كده عمل كده. في منتهى الخطورة في الفكر العنصري، انه للاسف بيأثر على ناس كتير، وللاسف الناس اللي ما لهمش علاقة بحاجة دايما هم اللي بيدفعوا الثمن. تخيل حضرتك تبقى في جامعة بتصلي ويحصل ده، واحد يدخل يقتلك بلا مبرر وبلا سبب الا لمجرد ان انت مسلم. هو بيقتلك علشان انت مسلم، وعلشان هو مقتنع ان هو كده لما يقتلك هيبقى بطل من وجهة نظره، ويخلي بلده عظيمة ايا كانت البلد، سواء كندا او امريكا او اي بلد. لكن دايما في نقط مضيئة، مش كل حاجة سلبية. في ناس بتقاوم الخطاب العنصري. من الحاجات الجميلة قوي اللي انا شفتها وعايز اشاركها مع حضراتكم، هو حاجة حصلت في ولاية بوسطن الامريكية، رفع الاذان في كنيسة يعني علشان تضامن مع المسلمين ومع حقوق المسلمين. صراحة حاجة جميلة جدا الواحد يشوف يعني مستوى التضامن ده من حتى غير المسلمين. وبرضه يعني الواحد عايز يشكر الناس دي على تسامحهم واخلاقهم العالية، ان هم بيتضامنوا مع المسلمين بالشكل ده، زي ما كنا شفنا في المظاهرات اللي هجيبها جزء من الحضارات. في حالة كبيرة جدا في الأوساط الأمريكية بين إدارة ترامب وبين الإعلام وبين أطراف سياسية كتير جدا. حالة الجدل دي جاية من إيه؟ إن الأطراف السياسية المختلفة والحزب الديمقراطي والإعلام بيقول إن القرار بتاع حظر ال7 دول ده بيستهدف المسلمين بالدرجة الأولى، وهو ده نوع من التمييز العنصري ضد المسلمين، وإن القرار ده هو اصلا نابع من فكره حظر دخول المسلمين لامريكا اللي كان وعد بيها ترامب في حملته الانتخابيه، لكن ما قدرش يعمله لاسباب قانونيه. من الناحيه الثانيه اداره ترامب بتقول ان القرار بتاع حظر ال7 دول ملوش اي علاقه بالدين او التمييز الديني، لكن ليه علاقه بمواطن الخطر، وان ال7 دول اللي هم بالصدفه اغلبيتهم مسلمه، يعني بالصدفه، خلي بالكم من كلمه بالصدفه دي. يعني ترامب بيقول ان بالصدفه اداره يعني اغلبيه ال7 دول مسلمين، ودي دول مصدره للارهاب، عشان كده احنا من حقنا ان احنا نحمي حدودنا من الارهابيين اللي بيتدفقوا، على اساس ان الارهابيين اللي بيدخلوا دول يعني امريكا مش داخلين بشكل قانوني ومعهمش تاشيرات قانونيه يعني تم اصدارها بشكل قانوني من السفاره الامريكيه. الناس دي مش جايه يعني ناطين من فوق السور، دول جايين يدخلوا بشكل قانوني، مش عارف ازاي يكونوا دول ارهابيين. المهم ان ده الجدل، ان في وجهه نظر بتقول ان ده الحظر اللي كان قال عليه ترامب في حملته الانتخابيه وتمييز ضد المسلمين، وحمله ترامب بتنفي الكلام ده. اللي الحقيقه اللي هيبقى نقطه الفيصل في الموضوع ده، الحقيقه انا لقيت حوار مهم جدا من رودي جولياني، وده عمده مدينه نيويورك، وهو دلوقتي احد كبار مستشاريين ترامب في الاداره الحاليه. يعني اعتراف مهم جدا انه ترامب طلب من رودي جولياني انه يلاقي له حل انه يعمل حظر المسلمين اللي وعد بيه حملته الانتخابيه بشكل قانوني، لان فكره حظر المسلمين او التمييز الديني ده ضد الدستور الامريكي. فقال لرودي جولياني اعمل لجنه علشان تتحايل على القانون وتطلع حاجه بصيغه قانونيه تتماشى مع الدستور الامريكي. فطلعوا يعني طبقا لكلام رودي جولياني القانون او القرار التنفيذي بتاع حظر ال7 دول. اعتراف مهم جدا، اهميه الاعتراف ده من رودي جولياني، دي زلة لسان كبيره قوي على فكره، ان القرار بتاع ترامب بعد حظر ال7 دول هو
حظر المسلمين والتمييز ضد المسلمين بشكل ديني، وبالتالي كده بيضرب دفاع دونالد ترامب عن نفسه ان هو يعني قرار ملوش علاقه بالدين. اعتراف مهم جدا. تعالوا نشوف رودي جولياني عمدة مدينة نيويورك السابق والاعتراف المهم جدا ده. Ban. I want to ask you about this ban and the protests. Does the ban have anything to do with religion? How did the president decide the 7 countries? I understand a permanent ban on the refugees. Okay. Okay, talk to me. I'll tell you the whole history of it. So right. When he first announced it, he said Muslim ban. He called me up. He said, put a commission together. Show me the right way to do it legally. I put a commission together with Judge Mukasey, with Congressman McCall, Pete King, whole group of other very expert lawyers on this. And what we did was we focused on, instead of religion, danger. The areas of the world that create danger for us, which is a factual basis, not a religious basis. Perfectly. الاعتراف سيد الأدلة هو رودي جولياني، وهو الراجل في إدارة ترامب. هو بيقول إن هم اللي عملوا الموضوع ده، وإن هو فعلا هو نوع من التحايل على الدستور الأمريكي والقانون الأمريكي. عايزين بقى نشوف حاجتين مهمين جدا. عايزين نشوف ردود الأفعال العالمية سواء في أوروبا أو في دول قريبة من أمريكا على قرار الحظر ضد المسلمين. وعايزين نشوف كمان ردود الشركات العالمية. وهنا الشركات العالمية بتاعت التكنولوجيا معتمدة بشكل كبير جدا على المهاجرين، وفي معظم الأحيان مسلمين. على سبيل المثال ستيف جوبز ده اللي هو عامل شركة أبل واللي هو عامل الآيفون هو من أصل سوري، هو لاجئ سوري. ففعلا في عدد كبير جدا من العرب المسلمين شغالين في شركات التكنولوجيا. فقرار الحظر ده هيأثر كمان على الموظفين اللي شغالين في شركات التكنولوجيا. تعالوا نشوف ردود الأفعال العالمية وردود أفعال شركات التكنولوجيا. ردود افعال مهمه جدا، ومهم جدا ان احنا نعرف ردود الافعال دي. لكن زي ما قلت لحضرتك في اول حلقه مفيش رد فعل من الدول العربيه على الاطلاق، رغم ان الامر يخص المسلمين. لكن حكام المسلمين مش مهتمين غير ان هم يبقوا على عروشهم فقط لا غير.
عيب قوي ان حكام دول غير مسلمه واغلبيتها غير مسلمه يبقى دي ردود افعالهم، وحكام العرب والمسلمين من المحيط الخليج مفيش رد فعل على الاطلاق، بل بالعكس ده مرحبين بالقرارات وبيتعاونوا كمان. وهجيب لحضراتكم في جزء لاحق من الحلقه ازاي عبد الفتاح السيسي كمان بيساهم في مساعده دونالد ترامب في القرارات الظالمه ضد المسلمين. في جزء برضه مهم جدا من الشعب الامريكي، قطاع مؤثر جدا هو نجوم هوليوود، ليهم برضه راي مهم في الموضوع ده. تعالوا نشوف مع بعض. Good evening, fellow SAG-AFTRA members and everyone at home and everyone in airports that belong in my America. I think we as Americans better learn to unite. I think we as Americans need to put our elected officials' feet to the fire and demand that they work together or they won't get back in office. This story is of unity. This story is about what happens when we put our differences aside and we come together as a human race. My mother is an ordained minister. I'm a Muslim. She didn't do backflips when I called her to tell her I converted 17 years ago. But I tell you now, we put things to the side, and I'm able to see her. She's able to see me. We love each other. The love has grown, and that stuff is minutia. It's not that important. We're also citizens of this planet and of this country or not of this country. And either way, it doesn't matter. We have to speak up against injustice, and we يعني فعلا وجهة نظر مشرفة جدا للفنانين بتوع هوليوود، وموقف مشرف جدا للمثقفين والفنانين الأمريكيين. يا ترى في حد في مصر أو الفنانين بتوع مصر عارف اللي بيحصل أو ليه أي وجهة نظر؟ الحقيقة ما شفناش أي حاجة. حامي الديمقراطية في أي دولة هو الشعب. الشعب لما حس إن في ديكتاتورية من دونالد ترامب واتخاذ قرارات ظالمة ضد المسلمين رغم إن المسلمين أقلية، الشعب هنا حس ان الديمقراطية في خطر. عشان كده عشرات الالاف من المواطنين الامريكيين نزلوا في كل المطارات الامريكية فورا ضد القرار بتاع حظر المسلمين. تعالوا نشوف نزول الناس بعشرات الالاف في المطارات الامريكية. Immigrated to the U.S. Before I was born, so I was born here. We used to go back every summer, but obviously we can't do that anymore. My grandpa and my cousins still live there. They can't come out, they can't leave. Cousins, my grandparents, my aunts and uncles, they were all living under the turmoil and the bombing and the bloodshed, and they ran out of the country to seek refuge, and then to be denied like this is totally heartless, it's inhumane. It's absolutely sad and disheartening just because this is America. This is what we know as the land of immigrants. This is where we come to the land of the free. America is based on immigrants. حاجة جميلة جدا، روح رائعة جدا. الناس دي مش مسلمين لكن بيدافعوا عن المسلمين، وبيدافعوا عن المسلمين هنا علشان حاسين ان هم مظلومين، وعلشان حاسين ان الديمقراطية بتاعتهم بتتعرض لخطر. لان لما يتعرض جزء من المجتمع الامريكي للتمييز يبقى في اجزاء كتير بعد كده ممكن يتم التمييز ضدها. وهي دي الحقيقة الفكرة الأساسية. هم بيدافعوا عن حق المسلمين وحق الأقليات وحق المهاجرين في الحرية ودخول أمريكا والخروج بمنتهى السهولة مادام دخولهم بشكل قانوني. زي ما قلت لحضراتكم الناس دي مش نطة من فوق السور، الناس دي يا إما واخدين جرين كارد يا إما واخدين تأشيرة، داخلين بالمطار بشكل قانوني، معاهم أوراق بشكل قانوني. ما ينفعش ان هم لما يبقى معاهم اوراق بشكل قانوني وداخلين بشكل قانوني يتم منعهم بالشكل الهمجي ده لمجرد ان هم مسلمين او من دول حددها النظام العنصري لترامب.
في ناس بتقول ايه فايدة المظاهرات؟ لا، المظاهرات عملت ضغط رهيب جدا، وبعض المحامين قدموا قضايا عاجلة للمحكمة الفيدرالية، وفي قضية فيدرالية حكمت بوقف أحكام ترامب، والناس فعلا اللي كانت عالقة في المطار خرجت. تعالوا نشوف فرحة الناس بعد خروجهم، بعد ما كانوا عالقين في المطار، وبعد وقف قرار ترامب عن طريق القضية الفيدرالية. بعد ما صدر القرار من القضية وبعد خروج معظم الناس اللي كانوا عالقين في المطار، تاني يوم اتعملت مظاهرة كبيرة جدا وحاشدة جدا في مدينة نيويورك، في الجزء الأدنى من مدينة منهاتن، في حتة اسمها الباتري بارك، قريبة من تمثال الحرية. وعلى فكرة في بعض الفرنسيين بيطالبوا أمريكا إن هم يرجعوا لهم تمثال الحرية تاني بسبب ممارسات ترامب. تعالوا نشوف مع بعض المظاهرة الضخمة اللي حضر فيها عشرات الآلاف من الأمريكيين ضد قرارات ترامب. حاجة في منتهى الروعة، ناس داخلة بتدافع عن ناس تانية رغم اختلافهم في الشكل وفي الدين وفي اللغة وفي كل حاجة. لكن بيبقى سؤال مهم جدا يا جماعة، لازم نواجه نفسنا. للأسف مشاركة المسلمين في المظاهرات دي مشاركة رمزية جدا، وأقل بكتير جدا من اللي احنا كنا متوقعينه. شيء بشع. يعني الناس دي، ناس الغير مسلمين نازلين يدافعوا عن المسلمين، والمسلمين نفسهم مش نازلين يدافعوا على حقوقهم. شيء في منتهى الغرابة. طيب، هل أعداد المسلمين في نيويورك وفي أمريكا قليلة؟ الحقيقة لا، مش قليلة. أنا برضو يعني حاولت إن أنا أشوف، يمكن إحنا أعدادنا قليلة، لكن هجيب لحضراتكم فيديو السنة اللي فاتت في 2016 في صلاة العيد. عايز أوري حضراتكم في صلاة العيد بس في مدينة واحدة بس عدد المسلمين قد إيه. تعالوا نشوف مع بعض. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. زي ما حضراتكم شفتوا عدد المسلمين كتير جدا، ويعني ولو المسلمين كانوا نزلوا بكثافه مع عشرات الالاف اللي نزلت كان هيدي زخم وكان هيزود من الضغط على اداره ترامب العنصريه بشكل كبير. انا مش عارف ليه ايه سر تخاذل المسلمين الرهيب ده حتى في الدفاع عن حقوقهم هم، شيء غير عادي، حاجه مستفزه جدا يعني رغم كل الاحداث اللي بتحصل دي. طبعا زي ما حضراتكم عارفين المنتخب المصري فاز على غانا. الف مبروك للمنتخب المصري والف الف مبروك لكل مصري، ويا رب مصر تفرح، ما عدا بس في واحد ما نقولوش مبروك اللي هو عبد الفتاح السيسي، ده مالناش دعوه بيه. المهم لما حصل فوز المنتخب المصري برضه في مدينه نيويورك، هوري حضراتكم فيديو احتفال الجاليه المصريه بفوز المنتخب ونزول المصريين باعداد كبيره جدا، اللي هي الحقيقه يعني كان نفسي ان احنا برضه زي ما نشوف نزول المصريين باعداد كبيره بسبب فوز المنتخب، كان نفسي نشوف برضه المصريين ينزلوا ويشاركوا بنفس العدد ده في المظاهرات ضد ترامب وضد عنصريه ترامب اللي هي هتاثر على حياتهم ان هم نازلين يجيبوا حقهم. تعالوا نشوف المصريين برضو وهم نازلين في الاحتفال بفوز المنتخب. يعني انا لو نص العدد ده بس كان نزل مع المظاهرات اللي نزل ضد ترامب، اعتقد انها كانت هتفرق كتير قوي وكانت هتدي رساله قويه ورساله واضحه لنظام ترامب العنصري. لفت نظري بقى يعني رساله عايشه في فلسطين لدونالد ترامب، والحقيقه انا انبهرت بالرساله بتاعتها لدونالد ترامب وبمدى وعيها ومتابعتها السياسيه وتحليلها السياسي رغم بساطتها، رغم انها ست طيبه جدا او ممكن تكون ما بتتكلمش انجليزي، لكن عندها الحقيقه وعي سياسي ادهشني جدا. تعالوا نشوف الام الفلسطينيه بتقول ايه لدونالد ترامب. تحكي بابا تسأل؟ تفضلي. مين؟ ترامب وين جاي؟ شي؟ جديد؟ يلا لا ما يجي على البلاد ولا يشرب الحمل زاد. بدناش اياه لان عمال مخطط لنا لعيش كبير. بدها تصير عاصمة اليهود القدس سمعت فيها؟ وبقول لك انا الفلسطيني بحبهمش، حتى في امريكا بدي اطرهم. يعني سمعنا اقوال يعني بتخوف، مش كويسه. لما بشرط عينه احنا كدها وكدود والقدس إلنا وعاصمتها إلنا. مين هم هذول؟ بلا أمريكا بلا إسرائيل. يعني مستوى وعي رائع جدا، اتمنى ان احنا يبقى عندنا المستوى الوعي ده. اكيد لو عندنا يعني الوعي ده هتبقى نسبة مشاركتنا اقوى بكتير، وده اللي احنا محتاجينه. محتاجين المسلمين في امريكا يشاركوا في المظاهرات ضد ترامب، محتاجين المسلمين في امريكا يشاركوا في الانتخابات ويدعموا الحزب الديمقراطي بشكل مباشر علشان يبقى في اغلبيه في الكونجرس في كمان سنتين، يعني انتخابات اللي هي النصف بتاعت الكونجرس. المسلمين محتاجين ان هم يدعموا وينزلوا بكثافه لانتخاب اعضاء الحزب الديمقراطي علشان يعملوا توازن في الكونجرس، لان اغلبيه الكونجرس دلوقتي من اليمينيين المتطرفين من الحزب الجمهوري. محتاجين مشاركه المسلمين في الحياه السياسيه الامريكيه بشكل عام. يا جماعه ما فيش حد هيجيب لنا حقوقنا، احنا اللي لازم نجيب حقوقنا بنفسنا. ما تستنوش حد ان هو يجيب لكم حقوقكم، ده دورنا واحنا لازم نعمله علشان يبقى نقدر نعيش في المجتمع ده بامان. لازم يبقى لنا دور، لازم نشارك بشكل فاعل في المجتمع الامريكي.
طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان وزيرة العدل سالي بيتس اللي هي وزيرة العدل بالوكالة رفضت انها تدعم قرارات ترامب اللي هي لانها قرارات غير قانونية، فعشان كده هي رفضت انها تدعم القرار دي. عم ترامب الحقيقة تقمص دور هتلر واقلها واتهمها بالخيانة. تعالوا نشوف ايه اللي حصل مع سالي بيتس. You're fired. You're fired. You're fired. Doesn't understand the president's goal in this. I think that they should either get with the program or they can go. خلي بال حضراتكم الكلام ده في منتهى الأهمية. ترامب وإدارة ترامب والمتحدث بالبيت الأبيض كلهم شايفين إن وزير العدل أو المدعي العام لازم ينفذ أوامر الرئيس، ولو ما نفذش أوامر الرئيس يبقى لازم يستقيل أو يتم إقالته. خلي بالكم هي دي إيه وجهة نظر إدارة دونالد ترامب، وده كمان جبت لحضراتكم المتحدث بتاع البيت الابيض بيقول نفس الكلام. طيب علشان نبقى متسقين بقى مع نفسنا لقيت فيديو في منتهى الروعه. دونالد ترامب اختار السيناتور جيف سيشن علشان يبقى بديل لسالي اللي هي كانت المدعي العام اللي رفض انها تدعم ترامب. لقيت كان في مقابله بين سالي المدعيه العامه الحاليه اللي هي تم اقالتها وجيف سيشن اللي هو السيناتور اللي هو هيبقى مكانها. لقيت فيه مقابله مهمه جدا بين الاثنين، والحقيقه جيف كان بيقول لسالي ان لازم وزير العدل او المدعي العام لو الرئيس طلب حاجات غير قانونيه لازم يقف ضد الرئيس، ولازم يقف ضد قرارات الرئيس لو كانت القرارات دي تتعارض مع القانون او الدستور. فسبحان الله نفس الشخص اللي كان بيقول ان لازم وزير العدل يقف ضد قرارات الرئيس هيبقى جزء من إدارة شايفة ان لازم وزير العدل ينفذ قرارات الرئيس حتى لو كانت غير قانونية. تعالوا نشوف اختيار دونالد ترامب جيف السيناتور جيف وهو بيدي محاضرة لوزيرة العدل المقالة من وزارة دونالد ترامب ازاي وزير العدل لازم يقف قدام رئيس الجمهورية لو أخطأ أو طلب غير قانوني. Do you think the Attorney General has a responsibility to say no to the President if he asks for something that's improper? A lot of people have defended the Lynch nomination, for example, by saying, well, he appoints somebody who's going to execute his views. What's wrong with that? But if the views the President wants to execute are unlawful, should the Attorney General or the Deputy Attorney General say no? Senator, I believe that the Attorney General or the Deputy Attorney General has an obligation to follow the law and the Constitution and to give their independent legal advice to the President. الحقيقة قمة التناقض وقمة النفاق السياسي. نفس الشخص اللي كان بيقول ان وزير العدل لازم يقول لا للرئيس لو طلب حاجة غير قانونية هو نفسه هيبقى جزء من إدارة شايفة ان وزير العدل لازم ينفذ طلبات الرئيس وأوامر الرئيس حتى لو كانت تتعارض مع القانون. صراحة حاجة في منتهى يعني التناقض ومنتهى عدم الأخلاقية وعدم المهنية. حاجة سيئة جدا. أنا مستغرب، لكن يشاء القدر إن دونالد ترامب يختار الشخص ده وتبقى فيه المقابلة دي ونعرضها لحضراتكم علشان نوريكم التناقض الشديد في الموقف الكبير ده. طبعا زي ما حضراتكم عارفين وزي ما قلت في أول حلقة إن في بعض الحكام العرب يعني بيتعاونوا وبيساعدوا كمان نظام دونالد ترامب على إنه هو يعني ينفذ القرارات الظالمة جدا ضد المسلمين ومنع مواطنين 7 دول. السيسي اللي نايم امريكا من المغرب واللي اثر قائد الاسطول السادس
لما سمع اوامر ترامب ما انتقدش قرارات ترامب، بل على العكس ده كمان وقف المسافرين اللي هم من ال7 دول دول، منعهم من السفر في مطار القاهره رغم ان معاهم تاشيرات وجرين كارد ووثائق قانونيه تثبت ان هم من حقهم ان هم يدخلوا الولايات المتحده الامريكيه. عبد الفتاح السيسي بيقدم خدمات مجانيه لاسياده في امريكا حتى ولو على حساب المسلمين. تعالوا نشوف منع المسافرين لامريكا في مطار القاهره. قالت مصادر في مطار القاهرة الدولي إنه تم منع 5 عراقيين ويمني من صعود طائرة مصرية متوجهة إلى نيويورك رغم حيازتهم تأشيرات دخول صالحة. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصدر قرارا تنفيذيا يوم أمس يهدف إلى منع دخول من وصفهم بالإرهابيين الأجانب إلى الولايات المتحدة، وينص القرار على حظر دخول اللاجئين السوريين وتعليق دخول رعايا 6 دول إسلامية هي العراق واليمن وليبيا والسودان والصومال وإيران 3 أشهر. يعني حاجه مؤسفه جدا. يعني ما فيش دوله في العالم عملت اللي عمله عبد الفتاح السيسي. الناس كلها انتقدت القرار بتاع ترامب، وما فيش حد وقف مسافرين في المطارات بتاعتهم. الوحيد اللي في العالم كله اللي عمل كده عبد الفتاح السيسي، هو علشان يخدم اسياده وعلشان يفضل في الحكم بغض النظر عن مصلحة المسلمين. أهم حاجة إن عبد الفتاح السيسي يفضل قاعد على الكرسي بغض النظر عن أي حاجة تانية. نرجع تاني لسياسة ترامب. زي ما قلت لحضراتكم شعار ترامب Make America Great Again، أو خلينا نرجع عظمة أمريكا. أمريكا دولة معتمدة على المهاجرين بشكل مباشر، بتعتمد على استيراد العقول. الحقيقة في عالم ياباني أمريكي شرح الموضوع ده بتفصيل مهم جدا. تعالوا نشوف شرح العالم الياباني لفكرة استيراد العقول في أمريكا. The United States has the worst educational system known to science. Our graduates compete regularly at the level of third world countries. So how come the scientific establishment of the United States doesn't collapse? If we're producing a generation of dummies, if the stupid index of America keeps rising every year, just watch network television and reality shows, right? How come the scientific establishment of the United States doesn't collapse? Let me tell you something. Some of you may not know this. America has a secret weapon. That secret weapon is the H-1B. Without the H-1B, the scientific establishment of this country would collapse. Forget about Google. Forget about Silicon Valley. There would be no Silicon Valley without the H-1B. And you know what the H-1B is? It's the genius visa, okay? You realize that in the United States, 50% of all PhD candidates are foreign-born? At my system, one of the biggest in the United States, 100% of the PhD candidates are foreign-born. The United States is a magnet sucking up all the brains of the world, but now the brains are going back. They're going back to China. They're going back to India. And people are saying, oh my God, there's a Silicon Valley in India now. Oh my God, there's a Silicon Valley in China. Duh. Where did it come from? It came from the United States. So don't tell me that science isn't the engine of prosperity. You remove the H-1B visa and you collapse the economy. In Wall Street Journal, editorialized against a congressman who wanted to ban the H-1B, saying they'll take jobs away from the American people. The Wall Street Journal said, look, there are no Americans who can take these jobs. These are at the highest level of high technology. They don't take away jobs from Americans. They create entire industries. And so that's why we have an Achilles heel, and that's the educational system. And again, sociology majors are not necessarily going to be the ones determining the future of Silicon Valley, but physicists, engineers. We need more of them, not less. The irony is الحقيقه هو ده السر اللي خلى شركات التكنولوجيا الكبرى زي جوجل ومايكروسوفت تعترض على القرار بتاع ترامب، لان هم معتمدين بشكل كبير جدا على استيراد العقول من كل دول العالم. وزي ما قلت لحضراتكم ستيف جوبز اللي هو مؤسس شركه ابل ومخترع الايفون والايباد والاي ماك من اصل سوري. فشركات التكنولوجيا اعترضت بشكل كبير لان هم بيعتمدوا على استيراد العقول، وامريكا بشكل عام بتعتمد على استيراد العقول من الدول الثانيه.
ده اللي خلى أمريكا دولة عظيمة. أكيد لو دونالد ترامب منع المهاجرين من دخول أمريكا أكيد ده مش هيخلي أمريكا دولة عظيمة، لكن أمريكا دولة قوية والشعب الأمريكي هيحمي الديمقراطية بتاعته. في ناس بتقول إن أمريكا هتتفكك بسبب دونالد ترامب وأمريكا تنهار. الحقيقة ده كلام مش حقيقي، لأن الشعب الأمريكي واقف وهيحمي الديمقراطية بتاعته رغم أنف دونالد ترامب. بشكر حضرتك جدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.